أب وأم بيتخلصوا من بنتهم لأنها بتكلم الموتى. بيبدأ الفيلم ببنت طيبة جدا اسمها يوجيني من عائلة غنية وبتحب القراءة لدرجة انها حضرت جنازة الأديب الفرنسي فيكتور هيكو، ولما رجعت للبيت ابوها بيسألها كانت فين، فكدبت عليه وقالت له عند صاحبتها. واخوها سيو بيقول لابوه انه عنده مناظرة، فبتطلب منه يوجيني ياخدها معاه وبيوافق سيو، لكن ابوها بيرفض. وفي وقت النوم دخلت يوجيني للحمام وحست بحد بيلمس رقبتها وان حد معاها في الحمام. غسلت وشها وافتكرت انها بتتخيل، ولما بصت وراها انفزعت لما شافت جدتها. تاني يوم سيو خرج وركب عربيته ولقى يوجين بتستناه عشان تروح معاه، لكن سيو بيقول لها ان ابوهم لو عرف هتحصل مشكلة. قالت له انها مش هتروح معاه وانها عايزة يوصلها المكان عشان تقرا كتب وتدخن براحتها، وانها ترجع البيت قبل ما بيرجع ابوهم. وبيوافق سيو لانه بيحبها جدا ووصلها للمكان اللي هي عايزاه، وفضلت تقرا الكتب وتدخن لوحدها. واتعرفت هناك على شاب وفضلوا يتكلموا عن كتاب الأرواح، ويوجيني بدأت تقرا عن الكتاب ودخل عليها أخوها وشافها مركزة وفضل يسألها عن يومها. ومرت الأيام ويوجيني لسه بتقرا في كتاب الأرواح. وفي يوم كانت بتسرح شعر جدتها، فجأة فضلت مركزة في مكان واحد بتبص فيه وهي مصدومة، وراحت فتحت الدرج واخدت العقد منه. فشافت جدتها وقالت لها ان العقد ده هدية من جدك وكان ضايع مني من 40 سنة، وكنت بدور عليه وكنت فاكرة ان الخدامة اللي سرقته، وسألتها ازاي لقيتيه، قالت لها ان جدي هو اللي قال لي على مكانه. وبصت لها الجدة وهي مصدومة. تاني يوم جت لها امها وهي نايمة وبتقول لها تجهز نفسها عشان هتخرج مع ابوها المشوار، وبدأت تعيط. ويوجيني مش فاهمة حاجة وسألتها ليه بتعيط، حضنتها وخرجت وسابتها. جهزت يوجيني نفسها وركبت العربية مع أخوها وأبوها. وهنا أخوها سيو كان حزين وهم ماشيين شافت من الشباك بنت مجنونة، وهنا عرفت إنهم جايبينها المستشفى الأمراض العقلية. وهنا فضلت تترجاهم ما يدخلوهاش المستشفى، وهنا 2 من المستشفى بيمسكوها وبيدخلوها بالقوة. وهنا ابوها بيوقع على الاوراق القانونيه مع رئيسه الممرضين جينيف، وعملت لها كل الفحوصات عشان يتاكدوا من سلامتها من كل الامراض المعديه. بعدها بتاخدها لسريرها وهناك بتتعرف على لويز شركتها، وفضلوا يتكلموا مع بعض. وسألتها يوجين ليه دخلت المستشفى، وقالت لها لويز بأن جوز عمتها كان هيغتصبها وفجاها تشنجات، ولما شافتها عمتها جابتها المستشفى عشان تخلص منها. اليوم التاني ممرضات بياخدوا لويز عشان تجربة التنويم المغناطيسي في حضور مدير المستشفى وأطباء كتير، منهم الدكتور جون اللي معجب بلويز وبينهم علاقة. وأثناء التجربة بتقع لويز وبيجيها تشنجات وأخدوها عشان ترتاح، وكانت جينيف بتخلي بالها عليها. وبيدخل الدكتور جون وبيستأذن من جينيف تسيبهم لوحدهم، وفضل يوهمها انه بيحبها وهيتجوزها وهي بتصدقه، لكن الحقيقة انه بيستغلها عشان تجاربه. وراحت جينيف تطمن على المرضى وشافت يوجين بتبص من الشباك فبتطمن عليها، لكن يوجين بتبص لها وبتسألها عن اختها بلندن، لكن جينيف بتسكتها وتقول لها ما تتكلمش في الموضوع ده. لكن يوجين بتكمل وتقول لها اختك معانا في الأوضة دي دلوقتي، فبتهددها جينيف انها تعمل لها مخدر وتسكتها. لكن يوجيني بتكمل وتوصف لها اختها وقالت لها ما بتأمنيش بالارواح، اللي كتبتي ليها رسائل كتير ومحافظة عليهم. جينيف اتأثرت بكلامها وسابتها ومشيت، وهي في بيتها بتطلع صندوق مليان رسائل وحزنت لفراق اختها اللي بتحبها جدا. تاني يوم الدكتور بيقيم حالة يوجين بالهستيريا وبيوصف لها علاج 2 مرات في الاسبوع، وهو علاج مائي. بيمسكوا المريض وبينيموا في صندوق وبيحطوا عليه تلج رغم ان الجو بارد. وهنا بنشوف سيو بيدي كتاب الارواح لجينيف عشان توصله لاختها لانها بتحب القراءة، فبتقول له ممنوع، لكن بينجح انه يقنعها. واخدت الكتاب وفضلت تقرا فيه شويه وفهمت ان فعلا يوجيني قادره تكلم الارواح وانها مش مجنونه. وراحت جينيف وقالت ليوجين ان اخوها سال عنها وساب لها الكتاب ده، ولو عايزه تاخده لازم تخليها تكلم اختها. لكن يوجيني رفضت وقالت لها تخليها تكلم اختها لكن تساعدها تخرج من هنا، فقالت لها انها تكلم الدكتور انه يخرجها من هنا. وبالليل راحت جينيف لغرفه يوجيني وبدات يوجيني تتواصل مع بلندن، ومسكت يوجيني جينيف وقالت لها اختك بتقولك ان ابوك حصل له حاجه وهو في المطبخ ولازم تروحي له. وجينيف راحت تجري للبيت عشان تطمن على ابوها، ولما بتوصل بتلاقي ابوها بينزف دم، وقال لها ابوها حضورك في الوقت ده معجزه. فقالت له ان اختها اللي قالت لها وما صدقهاش. ورجعت جينيف لشغلها وبنشوف يوجيني بيكشف عليها الطبيب وبيلاقي عندها مشكله في الرحم، وهي قايمه من السرير بتشوف صاحبتها لويز عندها شلل نصفي، وبتتهم مدير المستشفى باللي حصل وانه بيستغل المرضى، وبيؤمر الممرضين انهم يمسكوها ويخدروها. فبتساله جينيف عن اللي هيعملوا معاها، فقال لها
لها انه هيحبسها لوحدها لانها بتشكل خطر، فبتطلب جينيف منه انها تكون معاها وتراقبها، لكن الدكتور بيقول لها ان الممرضة جين معاها وبياخدها البيت معزول تحت الارض، وبتخاف وبتتوتر وبتقفل عليها الممرضة جين الشباك الوحيد اللي بيدخل الهواء والنور. ومرت الايام وفتحت عليها جنيف الشباك وشكرتها لانها السبب في مساعدة ابوها، وبتقول لها انها مصدقاها وانها مش مجنونة وانها بتكلم الارواح وانها تساعدها قريب انها تخرج من هنا. بعدها بتيجي جين عشان تقيم حالة يوجين، لكن يوجين بتقول لها ان روح والدتك معانا دلوقتي وانك دخلتيها المستشفى الامراض العقلية. فقالت لها جين كانت مريضة ودخلتها تتعالج، ويوجين قالت لها ان انا عارفة عملت ايه في ابنك، فتعصبت منها جين وخنقتها. بعدها سابتها وخرجت مصدومة. في الطريق التقت بواحدة من المريضات اللي اتفقت مع جنيف انها تاخد مفاتيح الاوضه من جين من غير ما تحس، واخدت جينيف المفتاح ودخلت عند يوجين وطلبت منها انها تكلم اختها وممكن دي تكون اخر مره تكلمها فيها. يوجين اتواصلت مع بليندا وبتقول لها انها بتحبها جدا وان هي دايما معاها وبتتمنى لها تعيش بسعاده، وجنيف بتفرح جدا. وهي خارجه بتقابل جين وقالت لها اديني المفاتيح، وبتقول لها جنيف ان يوجين ضعفت وما بتتكلمش ومرضت وانها تكلم الدكتور، وجنيف بتكلم الدكتور وبتقول له ان يوجين بقت بتسمع الكلام لكنها ضعفت من قلة الأكل، وبيقول لها رجعيها لغرفتها لكن لو عملت مشكلة هتبقى أنت المسؤولة. وخرجت جين وفرحت جدا وراحت لصاحبتها لويز عشان تطمن عليها، وجنيف فضلت تفكر في خطة عشان تهرب يوجين، وأرسلت دعوة حضور حفل تنكري لسيو أخو يوجين بتقول له إنها هتهرب يوجين في الليلة دي، وأرسلت رسالة ليوجين بتقول لها إن أخوها هيهربها في ليلة الحفل. وكل المرضى بيكونوا فرحانين وبيجهزوا للحفلة، وفي يوم الحفلة بدأت يوجين ترقص مع أخوها عادي مع الناس. كانت جينيف بتبص لهم وهي فرحانه، لكن الممرضه جين كانت بتراقبهم فجاه بيختفوا من قدامها. وبنشوف يوجين وجنيف وسيو بيغيروا ملابسهم عشان يخرجوا، وفي الطريق بيلتقوا بجين لكنهم هربوا منها. ويوجين لما خرجت طلبت من جنيف انها تهرب معاهم، لكن جنيف رفضت وقالت لها تروح العربيه تستناها. ومشيت يوجين وجنيف وقفلت الباب ورمت المفتاح بره، وجين امرت الحراس انهم يمسكوا جنيف كمريضه وبيحبسوها في غرفه. وبترجع يوجين لبيتها وبترسل رسائل لجنيف وبتقول لها انها لسه بتتواصل مع اختها بليندا وانها بتسلم عليها. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف احدث ملخصات الافلام ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو افلام.